وصفوني الصبر، لقيته خيال وكلام في الحب. ايه يا حبيبي سقعانة؟ انت عارفة ان اكتر حاجة بتدفيني في الدنيا دي كلها في عز الساعة دي صوتك؟ والله يا جدعان انا بقول نروح، يا جدعان الجو ساقع الصراحه ومفيش شغل، فنروح نتدفى في بيوتنا بقى كده. الله يرضى عليكم. انت بتعمل ايه انت؟ يا عم مالك؟ ثواني يا حبيبي، يا عم مالك في ايه يا عم؟ يا عم اتقل يا عم، ربنا هيرزقنا دلوقتي وهتترزق ب7 اوردرات مرة واحدة، ما تستعجلش على رزقك يا صاحبي. انا نفسي اعرف يا ابني انت جايب التفاؤل ده منين؟ اخويا ما انا لازم اتفائل، ما لو ما فيش تفاؤل مش هيبقى فيه شغل، ولو ما فيش شغل مش هيبقى فيه فلوس، ولو ما فيش فلوس مش هنلاقي ناكل مام ولا نخرج ولا نروح ولا نيجي ولا حتى نجيب مصاريف الكليه. فاهم حاجه ولا ايه يا بيه؟ ولا فاهم اي حاجه بيه؟ طب انا عايزكم هنا بقى في التفاؤل اللي انتوا فيه ده كده اهوت. هروح اوصل الاوردرين دول واجي لكم على طول نشوف القصه دي بتقول ايه. زيد النبي صلاة، اوردرين مع بعض وانا على الله حكايته ولا اوردر من سماحية ربنا. اللهم لا اعتراض يا رب. يا عم اقعد، ده انت عيل فارد، هم اوردرين كحيانين هروح اوديهم واجي بسرعه. ده انت عيل خرا، خليك هنا. لا انا جاي معاك عشان ربنا يكرمني في السكة. يا عم تيجي معايا فين؟ بقول لك اقعد هنا يا عم. ايوه يا فندم. انت فين يا بابا؟ انا بقالي ساعه الا ربع طالب الاوردر، سيادتك فين؟ لا والله الاوردر لسه وصل لي حالا، وان شاء الله مسافه السكه على طول يعني. طب انا داخلي انا بالقصه دي؟ لا يوصلك وقت ما يتنقل يوصلك. تحكي لي قصه حياتك يا بابا؟ بتاسف لحضرتك يا باشا، بس زي ما انت شايف كده الجو صعب شويه، بس انا يعني مسافه السكه على طول وهبقى عندك. ما تشتغلهاش يا بابا، بلا عرف جيل يقرف. يا رب انا بشتغل عشان اكفي نفسي ومصروفي يا رب، وعشان الغلابه اللي في البيت. في يا عم مالك بتزعق كده ليه؟ هو الراجل ده بياكل عياله ولا ايه؟ ادي اللي بناخده من الشغلانه ومن الزباين يا عم. محدش حاسس بينا ولا بالساعه اللي احنا فيها، كل اللي همه بس ان هو يوصل له الاكل وخلاص. لكن لا فارق معاه بقى حد جاي له على عجلتين، حد ماشي في السقعه ولا في الميه. قال ايه الاوردر اتاخر ليه؟ ما هنتاخر ليه؟ ايه ما لسه جاي لي مع على قدك اهو، وانت باصص لي في الاوردرين اهو، قاعد يزعق لي اهو. ما هو معلش برضه ما حدش هيحس بالوضع يا اخويا غير صاحبي. الفكره كلها ان ممكن نقهر قلب اهالينا علينا. كل ده عشان ايه؟ عشان مصاريفنا ومصاريف كليتنا. يا اخي تولع مصاريفنا على مصاريف كليتنا. ما تتحسبش كده صح، مش يمكن بنعمل كل ده عشان نحقق احلامنا كمان ولا ايه؟ والله هي دي احلامنا؟ معقوله تبقى احلامنا هي ابسط حقوقنا؟ وانت عايزنا نعمل ايه يعني يا صاحبي؟ نروح نقعد على القهوه ونستنى اللي ياكلنا واللي يصرف علينا، ولا نستخبى ورا جمله ربنا هيرزق وربنا هيكرم ونداري وكستنا وخيبتنا ورا الجمله دي؟ ما ربنا باذن الله عارف اللي احنا بنسعى وطالع عينينا، وباذن الله هيكرمنا، اكيد مش هيضيع تعبنا على الفاضي يعني. لا يا عم بس يبقى في احساس شويه. دي الرحمه حلوه يا جدعان ما توحدوا الله، ربك اسمه العدل، واكيد هو عارف احنا بنشقى وبنعافر ازاي وبنقاوح في الدنيا عشان خاطر لقمه عيش حلال، فمش هيساوينا باللي قاعد تحت البطانيه ولا اللي حاطط ايده على خده ولا ايه؟ والله يا صاحبي، يا صاحبي ربك كبير وليه حكمته. روح يا ابني، روح خد كده بعضك كده وروح ودي الاوردرين، ما تخليش الشيطان يلعب لك في دماغك ولا ايه؟ والله روح روح. السلام عليكم يا باشا. كام ده؟ 10 جنيه. ماشي يا حبيبي، امسك. ايه يا ام؟ لا يا حبيبتي والله انا في الشغل كده، يعني قربت اخلص اهو خلاص يعني. لا هخلص كده على طول واكلمك. حبيبي يا باشا تسلمي. والله يا ام ادعي لي بالله عليكي كده اهوت، قربت اخلص ان شاء الله. انا بس عايز ارجع كده اهوت الاقي لقمه بالله عليكي. دعواتك حبيبتي. يلا اشوفك على خير. بقول لك ايه، انا اتخنقت منك على الاخر يا باشا خلاص جاي والله العظيم، اديني 5 دقايق بس وهتلاقيني قدامك. هما 3 دقايق مش هيزيدوا ثانيه واحده، يا تكون عندي يا كل انت الاوردر يا بابا، ما يلزمنيش. امين؟ لا خلاص والله. طيب ماشي يا باشا، ماشي يا حبيبي، في رعايه الله. السلام عليكم يا باشا، السلام عليكم. هات حسابك كام؟ 98 يا فندم. 98 امسك 95
ثواني هجيب لك الباقي. الراجل ده كريم قوي، شكله هيديني من 20 ل 30 جنيه تبس. ده هيقفل لي اليوم النهارده كده. خد 3 جنيه اهم. ايه ده؟ 95 و3 98. ما بتعرفش تحسب؟ 98 ده حساب الاوردر. انا ايه مفيش لا حبيبي مفيش، انت مش خدت حقك؟ وانا مجبر افتح لك بشيش كمان ولا اقول لك تعالى كل معايا؟ لا والنبي. لا والنبي تعالى لا كل والنبي معايا. خلاص. تعالى كل معايا والله العظيم ابدا خلاص. خد بقى يا عم بلاش قرف، دي اشكال تهرب غرف داهيه. اكيد محوش فك. ايه اللي معادك كده؟ تعال كل يوم انا ميت من الجوع من صباحين ربنا تعالى. كريبايه بحالها بتوع الزباين الحرافيش انت يا ابن المحظوظه. الو ايه يا باشا؟ لا والله الاوردر ما تاخرش ولا حاجه، انا شفت حضرتك في الاوردر. لا الكريبايه زغللت عيني بصراحه، وانا لقيتك راجل قليل الادب وعمال تقل في ادبك وتتعصب عليا، والدنيا شتا وساعه ومش مستحمله العمليه خالص. يا فندم انا اكلت الكريبايه. بتقل في ادبك تاني؟ طب بص خد رقم الشكاوي 031 62 قول لهم الطيار اكل مني الكريبايه وما جابليش الاوردر. بتقل ادبك تالت. لا يبقى انت كده يعني هنقفل السكه في وشك. مع السلامه. يعني انت قاعد تنصحني من الصبح وفي الاخر اكلت اكل الزبون؟ ايه يا عم الصبور، ما تصبر على الزباين شويه. يا عم ده زبون قليل ادب عمال يشتمني ويزعق لي في السكه، وانت ما جيتش ليه وتاخرت ليه؟ العمليه ما بقتش ناقصه اخويا، واخوك بقى ماشي بمبدا ايه بقى اليومين دول؟ اللي يجي على المسان ايه؟ هيتسن. خلصانه صح.